طيب عايزه اعرف بقى رايك ايه في السوشيال ميديا وتاثيرها على الموضه؟ السوشيال ميديا هايله في عده جوانب، وعده جوانب لا. انا إيه مع بقى؟ في حاجات وضد في حاجات. مع في ايه وضد في ايه بقى؟ في الموضه طبعا بتخدم جدا، وانها بقت اصبح العالم كله سيركل صغير قد كده. متشاف جدا. يعني النهارده انا مثلا كنت بسافر باريس واجيب معايا مجله فوج وكوليدزيوني دي قد كده على قلبي، اشيل مثلا 10 كيلو مجله قد كده عشان اشوف مثلا ديور عمل ايه، او جيفونشي او كذا او موجلير او كده. فالوقت بعمل تك تك كده، بخش على بيت الازياء وبشوف الكوليكشن الجديد، الالوان كده، فبشوف الناس عامله ازاي. ما هو اطلاعك على عمل الاخر عمره ما كان عيب. لا بالعكس، هو ده اللي بينمي. زي الكتاب بقول لك، انا كنت مثلا بقرا مثلا الاستاذ نجيب محفوظ، بقرا الاستاذ مثلا فلان، فده بينمي الملكه الحسيه او الفنيه او الكتاب مثلا اللي كاتب او لكذا، او مثلا بيغني، كنت بسمع لست ام كلثوم، بسمع كذا او فده مهم جدا انك تبقى عندك اطلاعك على عمل الاخر، تشوفي هم واصلين لفين. قبل كده كنت انا بروح بنفسي واقعد اشوف الفساتين، اقول يا جماعه هو دول بني ادمين اللي عاملين ده ولا ملائكه؟ لا دول بني ادمين. عشان كده غليظ جدا انا مع اللي بيشتغلوا، غليظ بيشتغلوا، لازم نبقى بالجوده دي مش بالجوده العاديه. فالسوشيال ميديا قربتنا قوي من الحقيقه الموجوده على الساحه العالميه. هل احنا بنبيع زيهم ولا لا؟ هل احنا بنعرض زيهم ولا لا؟ هل احنا عندنا كم كوميرشال وكم فني ولا لا؟ ده مهم جدا.